الظهر دلوقتي، بقيت عند عمرو الصديق نايمين. طارت أسامة. صباح الخير. درجة الحرارة نار. ليه كده اكتوبر؟ هي حبيبي تعالى يا حبيبي صورك معايا. يلا تعالى صلي معايا الظهر. يلا مش عايز يجي. صلي الظهر ونجيب فطار. وللأسف عندنا النهاردة في اليوم الحر ده 3 ميتنج. we back to work تاني. نروح نجيب فطار ان شاء الله عشان نستعد لليوم الكبير اوي اللي عندنا. هيا اديني ب2 جنيه بقى. عايز احترم نفسي في الاكل شوية علشان وزني زاد تاني بعد سبت رمضان. زاد شويتين كده. هجيب لهم بقى هما معجنات بقى، هما الاتنين رفيعين. انا ما لقيت لهمش حاجات كتير قوي في بتاع الفطير ده، فهنجيب جبنه. كانوا بيقولوا ايه؟ القليل من الجبن سيكون جميلا. سبيس تون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاكل جه حضرتك؟ كام حسابك كام؟ 103 جنيه بس. لا السلام عليكم. انت مالك يا ابني لابس الطاقية دي كده ليه؟ احنا رايحين ميتنج شغل يا ابني. عبر عن الإسلام. وعشان ميتنج مع جعباص المسلم. رايحين دلوقتي عند لطفي ان شاء الله نجيب منه الكاميرا عشان رايحين نصور البرومو بتاع جعباص الجديد كلاكيت تاني مرة. وبعد كده نروح اتصالات نطلع على الخط عشان اللي خد التليفون الله يكرمه يعني ويبارك له خلاص يعني قرر ان هو ما يرجعوش، فتحوا وقفلوا تاني، فاضطر اقفل الخط عليه. اقصى انتقام ممكن اعمله. أبدأ من آخر ملف بقول اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه الناس دي؟ اعوذ بالله مش طارق. الحمد لله ربنا ايه الجو حر جدا. والحمد لله 3 ميتنج كانوا عندنا بقى واحد بس. ايوه كان بيعمل كده ازاي؟ لا كلها فغير الله تعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن من الشاكرين. السلام عليكم. واتساب بادي. الناحية الثانية. بص الكلاب عامله ايه عشان نزلت الناحية الثانية؟ عاهر. اقسم بالله. ايه ده؟ لسه داخل يمين. ايه ده؟ ادي إشارة يا باشا. باي. غير الشريحه. انت عندك حلين، يا اما تسخط يا اما تقول الحمد لله رب العالمين ان هو اداك كارت جديد، فخلاص هنحمد ربنا. احنا وصلنا عند جعباص بعد مسيرة طويلة جدا لان احنا نسينا حاجة في اتقان ورحنا جبناها اللي هي الكلاكيت ده. عايز عربية. شكلك كبران. هات بقى ده وفولو مي. يا عم انت عامل زي الزومبي كده ليه؟ عشان سايب بقالي ساعتين ونص. بص مين عليكم. حياة اتقان. الفورمة بتاعت اتقان. يا نهار لا ابيض. مش رجعت عشان كلاكيت والله العظيم ما في حاجه اسمها كده. ميعادهم الساعه 5. بكلمهم 4:30. هيتمنتج. كلمتهم 4:30 عشان اكد مواعيد المسلمين عادي. ايه ده قالوا لي 6. دلوقتي 8. بفضل الله. دلوقتي 8 عشان يكون في بفضل علمك. الله. يا جماعة يعني
محمد صلاح. حبيبي هيكسر يعني جدا. اجمد مفاجأة في اليوم والله، بحبه جدا. يعني انا عرفته من فترة قصيرة، بحبه جدا. ربنا يخليه ليا والله. طيب انت مغربي يا عمرو. انت اللي عامل ده يا براء. حلو قوي الفانوس ده، بس خلاص بقى رمضان خلص يعني. اهو هو اللي عامل دي برضو. واو وعامل دي جميلة جدا ما شاء الله. عامل دي في القطه بتاع الودان. ايه ده كده احسن بكتير. ايه يا عم ده انت تعمل فلوجات. يعني كده ده ها مش عايز تخش المجال؟ الرقم اللي ورا مضايقك ولا خلاص؟ حاجة متقربة جدا. الكاميرا الثانية اللي انت بتشوفها من بره. بس كأني بفتح مقبرة خوفو. حاجة بقى كتير قوي. ايه براء عايزك تكلم بابا. تمام. كلاكيت تاني مرة رجعنا لكم بالموسم التاني، وهو امتداد للموسم الأولاني. مكملين معاكم لحد ما نوصل ل 50 فيديو بنتكلم عن الأخلاق الحميدة، واحنا زي ما كنا متفقين ان هما 100 فيديو، فهنعمل موسم تالت بنتكلم فيه عن الأخلاق الذميمة. في الموسم الأولاني جات لنا تعليقات كتيرة، انتوا ليه عاملين الصورة أبيض وأسود؟ ففي الموسم التاني لونا لكم الصورة وخليناها بالألوان. كان في برضو بعض الشكاوي بتجيلنا من الصوت، اتعاملنا مع الموضوع ده ان احنا زودنا الكواليتي بتاعت الصوت شوية واشترينا مايكات جديدة. النجاح الحقيقي للبرنامج بالنسبة لي هو التأثير اللي حصل لي أنا بعد ما ابتديت أصور الفيديوهات دي، والتأثير برضو اللي أنا ابتديت ألاحظه موجود عند حضراتكم من تعليقاتكم تحت كل فيديو بعد ما بننزله. الموسم الأولاني أنا اكتشفت إن في أخلاق كتيرة موجودة ما بيننا، بس إحنا كل اللي كنا محتاجينه إن إحنا نشيل شوية تراب من عليها ونبتدي نطلعها تاني للناس ونتعامل بيها. أو حتى في حاجات إحنا بنعملها أصلا ومش عارفين إن الموضوع ده أصلا خلق والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بيه. قضية الأخلاق قضية مش سهلة، هي قضية منسية، كل اللي احنا محتاجينه بس نركز معاها ونجدد نيتنا واحنا بنتعامل بأخلاق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمرنا. يلا يا شباب جاهزين؟ يلا بينا، توكلنا على الله. 3 2 1 كلاكيت تاني مرة. اكشن.